السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me Five. ده اللي احنا السؤال اللي احنا سألناه امبارح، هل الزمالك هيتأثر بزيزو؟ طبعا أثر، بس ما كنتش اتوقع ان هو يخرج. فريق ضعيف جدا، اول مرة يشارك في الكونفدرالية ويخرج الزمالك، يعني مهزقة وقلة أدب ومهزلة حرفيا للكرة المصرية. لو طلعنا الاهلي بره الكره المصريه او بره افريقيا في العموم، ولا هنسمع حس للكره المصريه ولا الافريقيا في العالم ولا اي حاجه. الاهلي فعلا مشرف مصر، مشرف الكره الافريقيه في كل مكان، وفعلا فارق سما وارض ما بين اقرب منافسين. قبل ما نبتدي عايزين نصلي ونسلم على اشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ندعي لاخواننا في فلسطين، ربنا يهون عليهم ويزيح القربة من عنده يا رب، ويحررهم باذن الله. طيب هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن ماتش الزمالك، جمهور الزمالك والقذاره اللي حصلت، صفقات الاهلي، واللي انا شايف ان في ناس ما هتيجي مش هيبقى ليها دور. هل الزمالك بقى استبن الاهلي او احتياجات الاهلي بقت موجوده زي في الزمالك زيه زي الاسماعيلي؟ واخر حاجه مباراه بيراميدز اللي احنا لازم نجهز ليها من دلوقتي، مباراه مش هتبقى سهله. نبتدي ونصلي على اشرف خلق الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الزمالك واللي حصل فيه النهارده مهزله كرويه حرفيا. زيزو انت وقفته، يعني الاداره غلطت في ايه؟ الاداره جالها زيزو الموسم اللي فات كانت المفروض تبيعه ب6.5 مليون، قال لك لا انا خايف يكون كوبري الاهلي. اهو انت سبته، ما كسبتش فيه فلوس، ما قدرتش ان انت تجيب صفقات تقوي بيها فريقك، سبته ببلاش. والمين؟ للاهلي اللي انت كنت ماشي ورا الجمهور، لا مش هنسيبه عشان الجمهور ما يهيكش علينا، عشان خاطر ان احنا ايه، لو سيبناه بفلوس ممكن هيجي على الاهلي. طب ايه يعني؟ انا مش فاهم ايه وجهة النظر. ده الفرق ما بين الاهلي والزمالك. لعيب مش عايز يكون موجود تكع على الله، هتيجي على بيراميدز تيجي على الزمالك براحتك، انت اللي خسران. الاداره اتصرفت غلط، مشيت ورا الجمهور، مشيت ورا السوشيال ميديا، خدت على قفاها. كل سنه وانت طيب. ده الزمالك النهارده بالفريق ده، لا فريق مهلهل، فريق ضعيف، فريق بالشفا زي ما بيقول، تعبان جدا. مفيش اي حاجه في الكوره نقدر نتكلم فيها النهارده في ماتش الزمالك بصراحه، يعني حاجه مهزله كرويه فعلا. فريق يعني تعبان جدا، فريق ملوء، ما اعرفش بيتقال عليه غريم ازاي، انا ما اعرفش بصراحه يعني. يلا هم يستاهلوا. النقطه التانية الجمهور، هو الجمهور راح يشتم يعني مش فاهم ايه ده. انت بدل ما تروح توفر على لعيبتك وتشجعهم وتديهم الحافز ان هم يفوزوا، لا ده انت من اول لحظه لاخر لحظه بتغلط في الزمالك، بتغلط في احمد سيد زيزو وفي ابوه في خطيب. ليه؟ الخطيب عمل ايه؟ الخطيب عمل ايه؟ هو انتوا لما خدتوا عبد الله السعيد، ولما خدتوا احمد حمدي، ولما خدتوا ناصر ماهر، ناصر الاسطوره بالنسبه لكم، ايه؟ إيه ليه جمهور الاهلي ما خرجش عمل زيكم؟ مش فاهم بصراحه. حق زيزو جه في لحظتها، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الجمهور يروح مبسوط من اول لحظه لاخر لحظه وانت بتشتم وتقل ادبك. ايه ده؟ ايه ده؟ كل ده عشان اللعيب بيدور على مصلحته؟ هو كان شريكه على فكره لحد اخر لحظه وانتوا اللي بعتوه، وهو شاف مصلحته فين وراح. لا عيب ولا حرام. برضو مهما قالوا نطلع التأشيرة، خلاص هو في الأهلي، خلاص كل اللي عمله الزمالك عشان خاطر زيزو في الأهلي. أنا مش هقول زيزو في الأهلي غير لما يلبس فانيلا. ساعتها نطلع حلقة وهنتكلم فيها براحتنا عن زيزو على القفا اللي انتوا خدتوه، بس العينة بينة يعني. طيب تالت حاجة سريعا نتكلم فيها، صفقات الأهلي. صفقات الأهلي قال لك عبد المنعم جاي، عبد القادر جاي، ديانج جاي، حمدي فتحي جاي، وطبعا تريزيجيه خلاص. كل دول ماشي على عيني وعلى راسي، وهيبقى عندك احتياطي تقيل قوي. بس انا رايي حمدي فتحي لو هيجي شهر، اللي هو شهر كاس عالم ويمشي، لا انا مش عايز حمدي فتحي. ديانج ومروان عطيه وامام عاشور وقفشه بالنسبه لي احسن من حمدي فتحي. حمدي فتحي بيلعب 8، اللي هو ديانج وامام عاشور، الاتنين هيبدلوا.
لو ديانج هينزل 6 وامام عاشور هيبقى 8 ماشي، هتقول لي حمدي فتحي احتياطي هيبقى ممتاز، او ممكن تبتدي بيه وتخلي تخلي امام عاشور احتياطي، ممكن هتقول لي الاثنين مع بعض، هقول لك ماشي تمام، وهتبقى دكه تقيله. بس انا لو حمدي فتحي هيجي شهر واحد بس، لا انا مش عايز كده. امتى هيتاقلم؟ امتى هيكون معاك؟ امتى هيجيب فورمه المباريات معاك؟ امتى هيبقى الانسجام موجود؟ لا، انا عايز حد يستمر معايا على الاقل سنه اعاره، زي مصطفى محمد اللي بيتكلموا فيه. ودي النقطه اللي هتنقلنا النقطه الرابعه، بس الاول نخلص النقطه الثالثه. رأيي حمدي فتحي لو هيجي شهر لا بلاش. انت عندك مكانه، ومكانه تقيل فيها يعني ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وقفشة لو خد هيبقوا ممتازين. هتقول لي ان قفشة مش مكان حمدي فتحي، هقول لك ماشي، بس عندك إمام عاشور تقيل قوي 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 قوي، واخد مكانه وهيبقى حاجة ملاش حل. اصل انت مش هتقعد إمام عاشور عشان خاطر حمدي فتحي خلاص احترف بره، بس مش نفس الفورمه اللي موجود فيها لما كان في الاهلي طبعا. النقطه الرابعه بقى، الزمالك كانوا بيقولوا احنا بنفضي الاسماعيلي، احنا دلوقتي بنفضي الزمالك. لعيبتك خلاص هي مش عايزاك، هو اي لاعب هيدور على مصلحته. خدنا منك كهربا، ثم امام عاشور، ثم اشرف بن شرقي، كل ده مش منك مباشر، لا هو بره، انت خسرت وجي علينا. ليه؟ بيدور على الامجاد وعلى الانجازات وعلى التاريخ اللي زي ما بيقول. اللي ينكر ده يبقى ما بيفهمش في الكوره. تاريخ يعني الاهلي، الاستقرار يعني الاهلي. واهو زيزو جاي في الطريق، وبيقولوا انا لسه متاكدتش، كل الكلام بيقولوا مؤكد 100%، لا لما يلبس، انا بالنسبه لي لما يلبس التيشيرت. وبيقول لك حمدي الونش. طب هو حمدي الونش هيفرق مع الاهلي؟ هو عامل 2 صليبي، بس حمدي الونش لو ركب فورمه بيبقى مدافع مصري الاول، او نقول الثاني بعد محمد عبد المنعم. بصراحه مدافع تقيل وتقيل جدا. هتقول لي احسن من رامي ربيعه وياسر ابراهيم؟ احسن من رامي ربيعه وياسر ابراهيم في حاله ان هو ركب فورمه، مش نفس المستوى اللي هو شغال بيه دلوقتي مع الزمالك، لسه ما رجعش خالص. طب هتقول لي حسام عبد المجيد؟ لا، حسام عبد المجيد مش جاي الاهلي. حسام عبد المجيد مجرد كلام كده، مش جاي الاهلي. هيجدد مع الزمالك، وهيجدد مع الزمالك بالفلوس اللي هو يعني بيتكلم في 8 و9 مليون. طيب اخر حاجة بقى اللي هنتكلم فيها وهنختم بنقطة الناس المدلسة اللي بتقول لك ان الاهلي هو اللي عامل في الزمالك وبيدمر الزمالك. لا، مفيش الكلام ده. بس خلي اخر حاجة نتكلم فيها ما بين ماتش الاهلي وبيراميدز للمرة مليون. الماتش اللي جاي ده حياة وموت. انا عايز اللعيبة تنزل تاكل نجيلة، وارجو من كولر ان يصحح كده دماغه، ما ينزلش مدافع، ما ينفعش. انت تنزل مهاجم، وتنزل مهاجم شرس وتاكل فريدة دفاعيا ضعيف. هجوميا تقيل، خط وسط بتاعه تقيل، بس دفاعيا زي الزفت. لو قرصت عليه تجيب 2 وجون و2 و3 و4 كمان. عايز غل كروي في المباراة دي حرفيا، حياة او موت. لو كسبتها بأمر الله يبقى فاضل لك نقطة، والنقطة دي تبقى سهلة، ممكن تيجي في اي مباراة، لان مباريات بيراميدز اللي جاية في الدوري صعبة، اذا كان ليه او للاهلي، خلينا واضحين. يا رب كولر ما يخرفش وكولر يفوق. وما زلت عند رأيي لازم كولر يمشي الفترة دي عشان تلحق مدرب ممكن يجيب لك افريقيا ويستمر معاك الدوري وياخده بأمر الله، وانت بتجهز لكاس عالم، لان كولر في كاس عالم مش هيعمل حاجة. خلينا واضحين. طيب النقطة الأخيرة، رد على المدلسين، الناس اللي بتقول لك إن الأهلي بيدمر الزمالك عشان يوقعه. هو الزمالك من إمتى وقف على رجليه عشان الأهلي يوقعه؟ تقول لي بيفضي لعيبته هي اللي بتختار. انت اداره ما عندكش بربع جنيه تفكير. معلش، لعيب مش عايز يستمر عندي وجاي له فلوس بره كتير، ربنا يزيد كل لعيب وربنا يزيد الناس كلها، طب سيبه وخد فيه 6.5 مليون اللي انت كان بدايه بس تفاوض. يعني انت كان ممكن توصل 8، كنت خد وتعالى وجيب بيه لعيبه وتقوي بيها فريقك. لكن ان انا اعتمد فريق على لعيب واحد، يبقى انا ما بفهمش اي حاجه. ده الغلط. فضلت تستمر معاه، لا هنجدد لك ما اعرفش بقد ايه، لا بعدين لا ما اعرفش ايه، وبعد كده رجعت غلطت خليت الجمهور يغلط فيه.
لا، ما حدش عنده اغلى من ابوه، خلينا واضحين. واللي ما يشوفش اهله رقم واحد ما يستحقش الحياه اساسا. فالغلط عند الاداره مش عند الاهلي. الاهلي قال له تعالى هتيجي، قال له على عيني وعلى راسي، ده شرف ليا. خلاص حصل التفاوض وخلصت. الناس اللي بتقول لك كان بيتفاوض قبل عقده بسنه، مفيش الكلام ده. الكلام ده مفيش منه، مش موجود بتاتا. وبيقول لك في ناس بتقول لك الاعلام مع الاهلي. اعلام ايه اللي مع الاهلي؟ عايز افهم من امتى. من امتى والله؟ ده حصل مصايب في الاعلام وساكتين عليها في الزمالك، ويمسكوا عن القطه عند الاهلي جمل. فين بجد؟ يا ريت نحاسب على كلامنا ونخلي بالنا من كلامنا. كان فيديو سريع كده، ارجو ما كنتش طولت. هو سريعا كده، انا لسه راجع والله من الشغل. يلا ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والاحداث المولعه نار كده. وتستاهل يا زمالك، وهارد لك. وان شاء الله الاهلي يكون في النهائي بامر الله، وياخدوا بامر الله. اذا كان فرقتين من مصر وفرقتين من جنوب افريقيا، هنشوف التفوق هيكون مع مين بامر الله. ايا كان التفوق مع مين، اتمنى من الله ان الاهلي يوصل النهائي وياخدوا بمشيئه الله، اذا كان من اورلاندو او من بيراميدز بامر الله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.